السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هزم المنتخب المغربي الأولمبي خصمه العراقي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس مساء الثلاثاء. وسيطر الأولمبي المغربي على اللقاء منذ بدايته، حيث أحرز الهدف الأول لمنتخب المغرب اللاعب أمير ريتشاردسون في الدقيقة 19، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 28، ويحرز الهدف الثالث عبد الصمد الزازولي في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول. الشوط الثاني جاء متوسط المستوى بعدما اطمأن منتخب المغرب للنتيجة، وحاول لاعبه زيادة عدد الأهداف في مرمى العراق ولكن دون أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز كبير ومستحق للمنتخب المغربي على نظيره العراقي ب3-0. وتصدر المجموعة بعد تساويه مع منتخب الأرجنتين برصيد 6 نقاط لكل منهما، ولكن المغرب يتصدر بنتيجة المواجهات المباشرة بعد تساوي المنتخبين في النقاط وفي الأهداف وفارق الأهداف المسجلة لكل منهما، مع الإشارة إلى فوز المنتخب الأرجنتيني أو رقص التانغو على أوكرانيا ب2-0، واكتفى بوصافة المجموعة خلف المغرب. وتصدر سفيان رحيمي نجم العين الإماراتي قائم هداف المسابقة الأولمبية بعد أن سجل هدفه الرابع في البطولة من 3 مباريات.